النهارده بقى فيديو مختلف قوي. النهارده هنعمل السينامون رولز احلى من سينابون نفسه بجد. يعني عاملينه النهارده بوصفه مختلفه قوي، طعمه حلو جدا جدا. مش عايزه اوصف لكم طعمه كان عامل ازاي، زي اللي بنشتريه من بره، ومش عايزه اقول لكم ان هو احلى كمان، طازه كده وعاملينه في البيت. لا طعمه مختلف قوي. هنا معايا كوبايه من الحليب الفاتر، مش السخن، فاتر خالص. هننزل عليه بمعلقتين من الخميره ونص معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده هننزل عليهم بأربع معالق كبار من السكر، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة من الزبدة السايحة. تمام. ونخلط كده المكونات زي ما انتوا شايفين، سواء بقى بأي مضرب كهربائي، سواء في العجان المتاح عندكم. تمام. وكده الخليط بعد ما امتزج معانا هننزل عليه ب3 كوبايات من الدقيق. وهنا طبعا عملتهم بأداة العجن بتاعتنا، ونشوف على حسب هيحتاج دقيق تاني ولا لا. ممكن يحتاج معلقة معلقتين، بنزود بحاجة بسيطة. اهم حاجة تكون العجينة معانا بتلزق التلزيق البسيط اللي انتوا شايفينه ده، عشان احنا عايزينها تكون عجينة طرية جدا جدا. نيجي بقى للخلطة بتاعة الحشو بتاع السينابون بتاعنا. هنا معانا ربع كوباية من السكر، هنخلط عليهم معلقتين كبار من القرفة المطحونة، ونخلطهم كده مع بعض لحد ما يمتزجوا ببعض. ودي كانت شكل عجينة السينامون بتاعنا بعد ما اتخمرت لمدة نص ساعة في مكان دافي. هنا هنحط بقى على السطح بتاعنا شوية من الدقيق عشان العجينة ما تلزقش معانا، وهنحط كمان من فوق شوية تاني من الدقيق، ونبتدي ان احنا نفردها على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا هنا بعد ما فردتها استعلكم عشان تبقوا عارفين، هي كانت طولها 45 سنتي في 25 سنتي تقريبا. تمام. هنا بقى معانا 6 معالق كبار من الزبدة في درجة حرارة الغرفة. نبتدي ان احنا نغلف بقى كده بيها العجينة، بس ما نحاولش نيجي على الجناب قوي. تمام. وبعد كده هنا معايا الخليط اللي احنا عملناه، السكر والقرفة، برضو نبتدي نحطهم على الزبدة بنفس الطريقة كده. وبعد كده نبتدي ان احنا نلف العجينة بنفس الطريقة، حتة حتة كده نلفها. هي سهلة جدا وطرية جدا جدا، بالراحة جنب جنب كده، وتروحوا بعد كده تلفوا الجنب التاني لحد ما نخلص العجينة كلها. بجد سهلة جدا في لفها، مش صعبة خالص خالص. لحد ما كده خلاص العجينة بتاعتنا اتقفلت زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة. نبتدي بقى ان احنا نقسمها. بصوا هنقسمها الاول نصين، يعني هقسم الطول بتاع العجينة عندي نصين. حاولوا بقى تقيسوها بالمسطرة عشان تقسموها بالظبط. وبعد كده كل نص هقسمه نصين. تمام. وكل نص من اللي قسمناه نقسمه 3 زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يعني النص العجينة كامل هيبقى 6، والعجينة كاملة هتطلع 12 قطعة من السينامون. ونجيب بقى هنا الصينية بتاعتنا، حطيت فيها ورقة من الزبدة ودهنتها كده شوية محترمين من الزبدة، شوية كتار من تحت ومن الجناب. وبدأت أنزل كده بقطع السينامون زي ما انتوا شايفين. شايفين المسافات دي، كل المسافات دي مش هتبقى موجودة خالص، يعني السينامون بتاعنا هيتخمر تاني مرة تانية، ومش هتلاقوا أي مسافات خالص. هنسيبها بقى تتخمر في مكان دافي، ويلا بينا نعمل الجليز بتاعنا بتاع السينامون بتاعنا. هنا بقى هنجيب 110 جرام من الجبنة الكريمي، بالمناسبة أنا كنت عاملاها لكم قبل كده على القناة. وهنجيب كمان هنحط معاها 4 معالق كبار من الزبدة، ونسيبها لحد ما تتضرب حلو قوي. وبعد كده هننزل بنص معلقة صغيرة من الفانيليا، وكوباية من السكر البودر، لحد ما تعمل الفوم الجميل بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة نضربها حلو جدا جدا. وشايفين ده شكل السينامون بتاعنا بعد ما تخمر معانا. شايفين الصينية كلها بقت مليانة ازاي. هنجيب بقى معلقة كبيرة من الزبدة وسيحناها، ودهنا كده بالفرشة بتاعتنا الوش بتاعها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 في نص الفرن. هتاخد معانا من 20 ل25 دقيقة لحد ما يطلع بالشكل الجامد ده، بجد تحفة. نبتدي بقى نحط الجليز بتاعنا. بصوا هتشوفوا، يعني شايفين احنا حاطينه تخين ازاي، قوامه تخين. مجرد ما نحطه
بس طبعا ما حطيناش الجليز، صح نسيت اقول لكم ما حطيناهوش اول ما طلع، نسيبه بس يبقى دافي شويه معانا، يعني نسيبه 10 دقايق وبعد كده نبتدي نحط. شايفين مجرد ما حطيناه يبتدي ان هو يسيح ويبقى زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وكله احلى سينامون رولز بجد، تحفه جدا جدا. طعمه مش عايزه اوصف لكم كان خطير ازاي. نزينه بقى زي ما احنا عايزين، بعين جمل، باي مكسرات عايزين ناكله كده، فهو حلو برضو جدا جدا. وفيه هشاشة مش طبيعية، يعني هش قوي قوي. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه. تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنوني في فيديوهات جاية كتير، وصفات جاية اكتر. باي باي.